بس معكم شيء لشخصية ما زالت من أعظم الشخصيات في التاريخ إلى يومنا هذا، عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله آل باز، مواليد 12 ذي الحجة 1330 هجري الموافق 22 نوفمبر 1912 ميلادي في الرياض. توفي سنة 27 محرم 1420 للهجري، 13 مايو 1999 ميلادي في الطائف، ودفن في مكة. كان رئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء. اسمع بالله معي هذا المقطع لأنه مقطع من أجمل المقاطع اللي سمعتها طول حياتي. قال الله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا لكن الله أعطاك أسلحة حتى تقوى. أعطاك الأسلحة التي بها يقوى قلبك، وهي طاعة الله والإكثار من ذكره والتفكر في عظمته وما له من الحق عليك، وأنك صائر إليه وأنك مسؤول فوربك لنسألنهم أجمعين ما كانوا يعملون، وأنك مستحق العقاب على سيئاتك وللثواب على طاعاتك. ففكر ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، واعلم أن الناس أمارة بالسوء إلا من رحم الله، فلا تجيبها إلى هواها. قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فمتى دعتك إلى المعصية فذكرها بأن الخطر عظيم، وأنها منهية عن معصية الله، وأنها متوعدة بغضب الله وعقابه إلا أن يعفو الله، وأنت لا تدري هل تموت على ذلك، هل يعفى عنك أو تعذب. فجاهدها وذكرها واحذر مغبة التساهل، فإذا وفقت بهذا أعانك الله عليها وسلمت من شر هذه النفس.